بكم من جديد وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو. أستاذ رمضان بن عامر مدير تحرير جريدة العين تايمز. يعني ما يحدث في ليبيا الآن ويتابعه كل العالم. تونس عندما حدثت الثورة التونسية مصر قالت مصر ليست بتونس، ليبيا قالت ليبيا ليست بتونس ولا مصر، يعني هكذا. في تقديرك لماذا ثار الشعب الليبي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على ضيافتك هذه، لأن هذه فرصة لشرح ما حصل في ليبيا. اللي حصل في ليبيا هو كما حصل في تونس ومصر جزئيا، ولكن بشكل أكثر الشعب الليبي ثار لأنه كان مقهور ومظلوم. فهذه الدولة التي تسمي اسمها الجماهيرية، وبمعنى أن هي دولة الجماهير، ليست بدولة الجماهير، إنما هي دولة أفراد معينين. يعني من الممكن تسميتها كدافستان. هذا ما قاله لي صديق قريب مني، وأنا أفضل أني أشرح أن الثورة في ليبيا من الجميع ليست ثورة معتمدة على الإنترنت كما هي كانت في مصر مثلا أو في تونس أو وإنما هي ثورة داخلية. الناس حصلوا على فرصة للتعبير عن أنفسهم وخرجوا هائجين، ولا يهمهم الرصاص ولا يهمهم أي شيء، وهذا ما دفعهم إلى الانتصار إن شاء الله، خاصة في المنطقة الشرقية، وسينتصر إن شاء الله في المنطقة الغربية قريبا. نعم، جيد، شكرا. أرحب بضيفي أيضا هنا في الاستوديو السيد محمد الشيباني، وهو رجل أعمال ليبي. سيد محمد، أنت تعلم أن إطلالات ليبيا كدولة عبر الإعلام هي إطلالات شحيحة وقليلة، بالتالي ما يحدث في الداخل الليبي ليس بالمتاح. يعني حتى في قبل هذه الثورة بشكل أو بآخر البعض يقول بأن الليبيون في ظل النظام الاشتراكي يعيشون حياة أسهل بكثير ربما من دول العالم العربي من حولهم، كل السلع متوفرة بأسعار معقولة إلى ما ذلك يعني. وبالتالي لماذا يثور الشعب طالما كان هناك رغد من العيش ربما؟ هل هذه هي الصورة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشعب الليبي ثار ليس من أجل الخبز ولا البصل. الشعب الليبي مقهور 42 سنة في ظل هذا النظام الفاسد الطاغي الحقير. الشعب الليبي همش وضاعت صورته في العالم كله، لا اسم يطلع. أنا أمس كنت في العربية واقترحت تشكيل حكومة انتقالية لقيادة البلد، قالوا لي اقترح أسماء. ما فيش أسماء، لأن في قانون ممنوع أن يظهر أي اسم في الإعلام، صحافة ولا كتابة ولا تلفزيون ولا إذاعة، إلا اسم القذافي فقط. احنا ما نعرفش بعض. الشعب الليبي ثار على هذا الظالم، على هذا الحقير، على هذا المغتصب، والشعب ما اختاره، الشعب ما انتخبه، ولذلك ثار الشعب. هذا سبب ثورة الشعب. جيد. أستاذ رمضان بن عامر، كما نتابع يعني عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن التضييق على نظام العقيد القذافي يزداد يوم بعد يوم، وذلك من خلال استقالات بالجملة لهيئات السلك الدبلوماسي، عسكريين ومدنيين أيضا يخرجون عبر شاشات التلفزيون ويعلنون تبرؤهم من هذا النظام وانحيازهم إلى الجماهير. بهذا الشكل الإعلامي وبهذا الوصف الإعلامي نستطيع أن نقول بأن القذافي فقد كثير من قوته، لكن الرجل يخرج على شاشات التلفزيون وأمام أنصاره. من هم هؤلاء الأنصار؟ القذافي حوط نفسه بأناس وأكثرهم من المرتزقة، والنظام الداخلي له هو عبارة عن معسكر فيه الكثير من المرتزقة الذين ممكن أن يحموه، ويقدر عددهم بحوالي 5000 جندي.
أيضا هناك من أيضا لا زال يخاف القذافي لسبب أو آخر، ولهذا هم ملتفين حوله. ولكن أنا أعتبر أن النظام الليبي انتهى، وأن النظام الليبي هو الذي انتهى، وسنأتي إن شاء الله بنظام جديد. سيد محمد شيباني، نعم. الآن يعني ليبيا على هذا الشكل وبهذا النسق، وتيرة الأحداث تتلاحق بشكل مضطرد وسريع. يعني لا أريد أن أقول لك أن تضع لي تصورا للنهاية، ولكن يعني هل تتخيل أن الرئيس القذافي بهذه الشخصية التي عرفتموها أنتم من الممكن أن يستسلم أو يتنحى أو يرحل هكذا لحاله؟ خلال اليومين الماضيين فيه اتصالات أقول أنها مشبوهة تجري معي أنا شخصيا عن طريق شخصيات مجهولة، ويطلبوا مني، خاصة أني أول ما طلعت في التلفزيون على العربية وثاني ما طلعت ويعرفوني وسمعوا بي، يطلبوا مني التوسط بين القذافي والشعب الليبي، على أن الشعب الليبي ينهي الثورة وينطاع أو ينصاع للقذافي بطريقة أو بأخرى. وبنفس الكلام نتحاور، وهذون مغرر بيهم وأولاد واخذين حبوب مهلوسة وكلام من هذا النوع، وبن لادن، وأعطوهم 20 دينار كل واحد. واللي اتصل بي ساعة هو يتكلم، أو هي حقيقة مرأة. يعني هل تعرفت على شخصياتهم أم أنهم مجهولين ربما؟ طبعا جتني اخبار بعدين انه هم بيتكلموا من جهات عليا جدا. انا اكمل القصه. نعم. فاهم. فقلت لهم هم من انا او من انت؟ هي مرأة انت، حتى ان احنا نتكلم. قالوا لي حتى ندخلوا وساطه دول ووساطه رؤساء. هذا قلت لها هذا كبير علينا، انا ولا انت بالك مهووسه شويه ولا حاجه؟ لا صحيح، واحنا خايفين على ليبيا ومشاكل ليبيا، وليبيا ضاعت وليبيا انهارت، وهذول كلهم عملاء بن لادن وعاطينهم حبوب هلوسه. قلنا لها يعني 8 مليون جايبين لهم حبوب هلوسه، هذه منو اللي عنده اطنان الهلوسه هذه والحبوب ويلف بيهم على كل ليبيا ويعطيهم حبه حبه؟ هذا مستحيل. ومين هو اللي يعطوه 20 دينار اللي هي تساوي 16 دولار؟ فهمتني؟ ويمشي يرمي روحه على الرصاص والدبابات ويموت ودماء. شو هاي الكلام الفاضي هذا؟ المهم قالوا لي لا. قلت لهم طيب شو المطلوب؟ قالوا لي نبوك تتوسط ما بين الشعب الليبي والقذافي، ونرجع زي كلام القذافي وزي كلام ابن سيف، ونرجع للحوار ونتحاور ونتناقش. قلت لهم الشرط الاول والاخير هو استقاله القذافي. قالوا هذا مستحيل. قلت لهم اذا كل شيء مستحيل، ما فيش حاجه، ما فيش امل. من هنا قلت لهم شوفوا، مين انت اللي تتكلم فيا؟ انا فلانه مش فلان مش عارف الى اخره. شوفي انا يعني مش مصدق الامور هذه، ولكن انا شاعر بجديه الموضوع، لان واحد بيكلمني من مكان بعيد، بتقول لي من بنغازي، هي مرأة ومهتمه جدا جدا جدا، وساعه كامله على هذا بيكلف فلوس على الاقل، فهذا مش بلاش. قلت لها على الاقل انا عارف الان ما فيش الا القذافي وابنه يحركوا في الدواليب ولا غيرهم، خلي واحد منهم يكلمني وعلى الاقل ناخذ وجهه نظره وبعدين نتفاهم. قالت لي هذا موضوع اكبر من التليفون، معناها تدعو للقاء. قلت لها انا ما عنديش مانع لقاء، تعالوا لاي مكان محايد. انا ما ادخلش ليبيا طبعا ولا نتفاهم معهم الا من جانب الثوره. قلت لها تعالوا لي دبي او لسويسرا، وعلى اي حال ما فيش لزوم سويسرا، دبي زي سويسرا بالضبط. تعالوا هنا اي واحد، وما نقبلش الا القذافي او ابنه او هم الاثنين نتحاور معاهم، لان اي ناس اخر ما لهمش قيمه الان، ما لهمش اي قيمه. كلام 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 كلام. بعدين قلت لها على الاقل هذا هو الشرط الاساسي. انا في الطريق لكم الان جاني رد الى حد ما عن طريق ميدياتور، عن طريق وسيط، بيقول لي انهم وافقوا على العرض وقاعدين يدرسوا في تحديد الزمان والمكان والكيفيه. لا اريد ان اتدخل في مسائل شخصيه، ولكن سيد محمد الشيباني يعني انت رجل اعمال ليبي مقيم خارج ليبيا،
نعم. يعني لماذا في تصورك أنهم لجأوا إليك؟ ما هو الثقل؟ هذا الكلام اللي جاي، هذا كلام جاي. قلت لهم انا نقدر نتكلم باسم، نفاوض مع، مش نتكلم باسمهم حتى. انا بنقنع 8 مليون او 7 مليون ليبي عشان يتفاهموا مع القذافي، هذا مستحيل. قالوا لي انت ابن الزاويه والزاويه صامده، والقذافي يخاف من الزاويه، فقالوا لي انت نبوك تترجى اهل الزاويه، تكلم اخوانك هناك باش يفكوا الحصار عن القذافي. يا ابو بيت القصيد وصل. نعم، هذا بيت القصيد صحيح. يعني خاصة إذا علمنا أن القذافي وجه خطاب خاص للزاوية. هذا كلام بعد الكلام هذا القذافي وجه خطاب خاص، فاهم؟ فقالوا لي أنت ابن الزاوية، وأنت معروف في الزاوية ومحترم في الزاوية، فاهم؟ ولذلك أنت نبوك تتدخل على الأقل مع أهل الزاوية باش يفكوا الحصار وتبقى بوابة طرابلس الغربية مفتوحة. سمعتوا؟ قلت لهم بسيطة، الشرط الأول والأخير الاستقالة، واحنا لا نريد قتل القذافي ولا قتل اولاده ولا الشعب الليبي متشفي ولا اي شيء، بس المهم يسلم ويطلع، يغادر، يخلي الناس على حالها. والله بيسلم نفسه ويحاكم محاكمه عادله، وربما حتى نضع في الدستور الليبي ماده الغاء عقوبه الاعدام عشان ما يخافش هو ولا جماعته ولا غيره وغيره. ممكن ما فيش مانع، يعني يتوقف على الاحداث فيما بعد، ولكن الاستقالة ضرورية. زي ما قاعد يطلع كل يوم ويحكي ويحكي ويحكي، ومرة كذا ومرة كذا، خليه يقول كلمتين ويقول أنا مستقيل. نعم، وانتهينا. نعم، انتهت المشكلة. جيد، شكرا. إذا سنواصل نحن القراءة في الملف الليبي المتوتر المتأزم في هذه الأيام، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، أرجو أن تبقوا معي وأنتم كذلك ضيفي الكريمين.